أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها الزملاء، يا أهل الخير والعطاء في الجزائر. أولا نحمل لكم سلام إخوانكم من أرض فلسطين، أرض الرباط، وبالتحديد من غزة العزة. وبمناسبة حلول شهر شعبان ونحن على مشارف رمضان المبارك، ومثل العادة ندعو وتدعو المبادرة الجزائرية الفلسطينية كل أبناء الشعب الجزائري المبارك إلى دعم إخوانه في غزة وفلسطين عامة في هذا الشهر الفضيل. ولا يخفى عليكم ما تعيشه غزة وما يعيشه أهل فلسطين. الحصار مستمر على أهلنا وإخواننا المرابطين في أرض العزة، وعلى هذا الحصار تترتب معاناة يعلمها كل واحد، وآخرها ما تعرضت له العائلة التي فقدت 3 من أبنائها هذا الأسبوع بعد حرق البيت. فمن خلال هذا ندعو كل الشعب الجزائري أن يدعم إخوانه في هذا الشهر الفضيل، شهر الخيرات. ونحن تعلمنا في الإسلام أن الإيمان يتبع بالأعمال. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذه فرصتكم أيها الأحباب في الجزائر، أيها الشعب المبارك الذي جربت الاحتلال ومعاناة الاحتلال. ومن هنا سطرت المبادرة الجزائرية الفلسطينية برنامج، طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنية التي تشرف على تسيير قطاع غزة، برمجت عدة مشاريع في هذا الشهر، ومنها أنجزت هذه المطوية تحتوي على عدة مشاريع، وهذه المطوية هي الآن توزع على الشعب الجزائري هنا في الجزائر. ومن أول مشاريع شهر رمضان المبارك هي قفة رمضان، وقد نفذت المبادرة الجزائرية الفلسطينية 3 سنوات، وهذا عامها الرابع قفة رمضان. قفة رمضان هذه السنة 8000 دينار للقفة. ثم هناك مشروع آخر هو إفطار صائم، كذا يكلف 1000 دينار. كما كذلك هناك برنامج زيارة عائلات فقيرة، وتقوم المبادرة بالإفطار مع كل عائلة، وتأخذ للعائلة فطور ذلك اليوم مع طرد غذائي مع مبلغ مالي. ثم مشروع كسوة العيد، وهناك كذلك توزيع بعض الإعانات للأهالي والعائلات المحتاجة. فندعوكم إخواننا أن تشاركوا بقوة في هذا المشروع. طبعا حسابنا على الفيسبوك وأرقامنا الهاتفية موجودة، كذلك هي موجودة كل معلوماتنا على هذا المطوية، ونحن جاهزون لاستقبال اتصالاتكم في أي لحظة بدون إحراج للاستفسار. ونتمنى أن تكون هذه التبرعات ومشاركتكم في هذه المشاريع قوية جدا، وأملنا كبير في الشعب الجزائري مثل ما عهدناه في السابق.
وإذا سأل الرسول، فإذا سأل صحابي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: مات الساعة يا رسول الله؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ فنحن اليوم نقول عندما يسألنا إخواننا كثيرا متى نصر الله ومتى التحرير فلسطين ومقدسات هذه الأمة، فنقول: ماذا أعددنا وماذا قدمنا وما هي بصمتنا ومشاركتنا في صناعة هذا التحرير وهذا النصر المبارك. رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير. ندعوكم لمشاركتنا بقوة في المبادرة الجزائرية الفلسطينية. تحية أخوكم أبو أسامة الجزائري، جزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير وبارك الله فيكم. تحية لكل أهل الجزائر. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.